الافرو كيرلي هير التحدي الاصعب في زراعه الشعر. كنا شرحنا قبل كده ليه حالات الافرو كيرلي هير بتبقى حالات صعبه في زراعه الشعر الطبيعي، وباختصار كده عشان طبقات البصيلات بتبقى متباعده عن بعضها، بتبقى واخده شكل حرف السي. طبعا بتبقى الحالات دي عايزه حد فيري بروفيشنال عشان يطلع نتيجه كويسه من الحالات دي، ويقدر يخطف الجرافتس دي بشكل سليم بحيث انها تطلع وتدي نتيجه كويسه ان شاء الله. حاله النهارده كانت حاله 7 وراسي من الدرجه الرابعة للخامسة. كانت المنطقة المنحى كيرلي كثيفة جدا، وطبعا دي ميزة بتخلينا برضو نتغلب عن باقي العيوب، ان انت حتى لو طلعت عدد قليل بيديك كثافة كويسة جدا. يعني بمعنى كده أصح القليل فيها كتير الحمد لله. احنا خدنا الحالة دي 3000 جرافت، ودي النتيجة بعد 8 شهور. كثافة متناهية، شكل طبيعي جدا الحمد لله، وضوعي كثافة الشعر الطبيعي ويمكن أحسن كمان. صاحب الحالة طبعا مبسوط جدا وراضي جدا عن النتيجة، ودي طبعا حالة من الحالات الناجحة بالنسبة لنا والمشرفة جدا. وهنوريكم إن شاء الله برضو حالات من النوع ده أو الكاتيجوري ده في فيديوهات جاية كتير إن شاء الله.